السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة على ماما عبلة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم هاد الحلوى أولا 4 ديال الشكيلات ديال الحلوى من عجينة وحدة. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم وتنال الرضا ديالكم وتجربوها في هاد المناسبة ديال العيد، عيد رمضان. غادي نبدا معكم بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال هاد الاشكال ديال هاد الحلوى، عندي 2 كيسان ديال سكر سنيده، 2 كيسان ديال الزيت بطبيعه الحال دائما كنعبرو بكاس عنبه، 3 ديال الحبات ديال البيض، عندي هنايا مارغرين 250 غرام، رشه ديال الملح دائما باش كنصحوا الذوق ديالنا، 2 اكياس ديال خميرات الحلوى ما يعادل 16 غرام، كيس ديال سكر فاني. بالنسبه للدقيق هنا عبرت كيلو وربعة، ولكن ما غاديش ندخلو كامل في هاد الحلوى. خديت هنا القصريه، درت رشه ديال الملح، غادي ندير الزبده مارغرين. مارغرين كتكون دائما بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف 2 كيسان ديال السكر، وغادي نضيف واحد الكيس ديال السكر فاني باش غادي نسم هاد الحلوى في الاول. عاد غادي نضيف باقي اولا بعض المنسمات من بعد. صافي هنا غادي نخدم مزيان هاد الزبده مع سكر سنيده، ضروري كنخدموها في الاول. كما كتعرفوا مارغري كتكون شويه قاصحه، ماشي بحال الزبده ديال الدان اللي كتكون لينه. من بعد غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت، زيت المائده. ودائما كما قلت لكم تنعبروا بالكاس ديال العنبه. غادي نخدم مزيان هاد الزيت مع الزبده حتى غادي ينسجموا ليا مزيان مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نضيف البيض غادي نضيف غير 2 حبات يكونوا كاملين، وحبه واحده غادي نضيف لها غير الابيض ديالها، وغادي نحتفظ بالاصفر غادي نحتاجو من بعد. صافي هنايا غادي نضيف 2 حبات ديال البيض كاملين، وابيض بيضه، اصفر غادي نحتاجو من بعد، غادي نخليه على جنب. غادي نخدم مزيان هاد البيض مع الزبده ومع السكر بطبيعه الحال والزيت. اي اضافه كنضيفوها كنخدموها مزيان حتى تنسجم ليا مع يعني العناصر كلها مع بعضياتها. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا على واحد القوام داير بحال الكريمه. صافي غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، وغادي نضيف معاه 2 اكياس ديال خميره الحلوى ما يعادل 16 غرام. غادي نحاول نجمع هاد العجين ديال هاد الحلوى ولا هاد الخليط، وكنبقى نضيف في الدقيق غير بشويه بشويه. هنا كنت عبرت كيلو وربع ديال الدقيق، غير هي انا ما دخلتهاش كامله، تقريبا بقى لي منها واحد 125 غرام. كيف ما كتعرفوا دائما الدقيق كيبقى حسب النوعيه ديال الدقيق وحسب الحجم ديال البيض بعض المرات يكون كبير وبعض المرات يكون صغير. داكشي علاش ما كنقدروش نقولوا الكميه ديال الدقيق بالضبط. صافي هنا بعد ما جبنت العجين كما كتشوفوا على هذا الشكل كتكون رطبه، كنحاول نكورها باش كنشوف القوام ديالها. صافي هنا راك كما شفتوا وريتكم يعني شاط لي من ديك كيلو ربعة. غادي نقسمها على 4 ديال الكرات، وكل كره غادي نسمها. هنايا كما كتشوفوا نسمتها بقشور ديال الحامض، كره واحده. بطبيعه الحال الكرات كيكونوا شويه متساويين يعني قد قد. غادي ندخل فيها هنا قشور ديال الحامض، غادي ناخذ الكره الثانيه غادي ندخل فيها قشور ديال الليمون او البرتقال. المهم بالنسبه للمنسمات تقدروا ديروا اللي بغيتوا على حسب المتوفر عندكم. هنا غادي ندير الكره الثالثه غادي ندير فيها شويه ديال قهوه سريعه الذوبان. غادي نحاول نفزقها غير بواحد القطيره ديال الماء اولا 2 باش هذيك القهوه تذوب معنا. صافي هنا غادي ندخل مزيان القهوه في هذه الكره الثالثه. بالنسبه للكره الرابعه غادي نخليها منسمه غير بداك الفاني اللي درت في الاول في العجين، وغادي نغطي عليهم بواحد البلاستيك، وغادي ندوز نخدم مباشره الكره الاولى ديال البرتقال. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الكره غادي ندير على شكل غريبه. تقريبا كل كره كنوزن فيها 18 غرام. بالنسبه للحجم ديال هاد الكره او هاد الغريبه، تقدروا ديروا صغر من هاد الحجم. انا كما هنا وريتكم انا درت الميزان باش كنعبر. كل كره كندير فيها 18 غرام. صافي هنايا غادي نبقى مستمره كنشكل في الحلوى ديالي على شكل غريبه،
وكندير فيهم واحد الحفيره بالاصبع ديالي كما كتشوفوا. انا هنا صافي راه درت الكرات بجوج، بالنسبه للكره اللي فيها القشور ديال الليمون الحامض، وبالنسبه للكره الثانيه حتى هي درت فيها القشور ديال البرتقال. شكلتهم كاملين في مره واحده ودرت فيهم بجوج بهم درت فيهم هذاك الثقب اولا هذيك الحفيره في الوسط. هنا غادي ندوز باش غادي نشكل. بطبيعه الحال انا دخلت اللاطه للفران، الفران دائما تيكون سخون من يعني من قبل. وملي كندخلوا ليه الحلوى ديالنا راه كنقصوا عليها النار، كنخليوها شويه تكون مهيله. هنايا خديت الكره الثالثه اللي منسمه بالقهوه سريعه الذوبان، وغادي نشكلها على شكل حرابل كما كتشوفوا، حريبلات صغار. دائما تنعبر هاد الحجم ديال هاد الحرابل حتى هما درت فيهم 18 غرام بحالهم بحال يعني الحلوى اللي شكلتها في الاول. صافي كنبقى نشكل فيها على هذا الشكل. تقريبا هنايا خرجت ليا 27 حبه. غادي ناخذ هنايا جلجلان وغادي ناخذ الاصفر ديال البيضه باش غادي نفند هاد الحلوى في الجلجلان. غادي ندهنها باصفر بيضه بطبيعه الحال خلطته مع شويه ديال الخل باش كنتفاداو هذيك الزفاره ديال البيض. كندهنهم على هذا الشكل هذا ومباشره كنحطهم في الجلجلان. بالنسبه للجلجلان تقدروا تعوضوه بكاوكاو مهرمش خضر، اولا باش ما بغيتو تقدروا تزينوا هاد الحلوى ديالكم، يعني حسب المتوفر عندكم. انا هنا كان عندي جلجلان اكتفيت غير بجلجلان. صافي هنا غادي نبقى مستمره ندهن الحلوى باصفر البيض اولا العجين باصفر البيض وكنحطهم في جلجلان، يعني كنحط غير على الوجه ديالهم اولا كندهن غير الوجه ديال هاد الحلوى. وغادي نستفهم في اللاطه بطبيعه الحال اللي فرشتها بورق الطبخ. دائما كنفرشوا اللاطه بورق الطبخ اولا كندهنوها غير بشويه ديال الزيت وكندخلوها حتى هي الفران. دائما الفران تيكون سخون من قبل. ملي كندخلوا الحلوى ديالنا الفران راه حنا كنقصوا عليها النار كنخليوها كطيب على مهل. صافي هنا غادي ندخل الحلوى ديالي طيب وغادي نخرج اللاطه الاولى اللي سبقتها ديال اللي نسمتها بقشور الليمون وبقشور الحامض. هنا كيف ما كتشوفوا راها طابت، خرجتها من الفران كتجي شويه هكا محمره، ما كنحمروهاش بزاف. وبالنسبه للحريبلات اللي فنتهم في الجلجلان حتى هما يطابوا كيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين. ودابا غادي ندوز باش غادي نشكل هذيك الكره الرابعه اللي خليتها منسمه غير بالفاني. غادي نديرها حتى هي على شكل حريبلات صغار، كل حربول فيه 18 غرام. بالنسبه لهاد يعني لهاد الوزن هذا ما تقيدوش به، ديروا ممكن ديروا اقل من هاد الوزن اللي انايا درته. صافي هنايا بعد ما كملتها بطبيعه الحال شكلت على هذا الشكل هذا. غادي نديرها في اللاطه نفرشها بورق الطبخ وغادي نديرها في الفران طيب. النار دائما كتكون مهيله. هنايا بعد ما طابت خرجتها كيف ما كتشوفوا كتجي في هذا اللون هذا. كيف ما كتعرفوا الحلوى دائما اللي كتكون فيها مارغريره ما كتكونش محمره بزاف. ودابا غادي ندوز المرحله ديال التزيين. هنايا غادي نسبق الحلوى اللي نسمتها بالليمون الحامض. خديت هنايا المربى الجاري الخاص بالحلوى، ضفت عليه تقريبا هنا واحد 2 معالق كبار ديال ما الزهر. تقريبا هنايا عندي المربى واحد كاس ديال العنبه عامر اولا كاس وربع تقريبا. رديتهم فوق البوطه حتى غلاو ليا مزيان. عاد كندير فيه الحلوى ديالي على هذا الشكل هذا. كنخليها مرقده واحد شويه في هذا الخليط ديال المربى وديال المزهر، ومن بعد عاد كنحيدها وكنديرها في الكوك، كنفندها في الكوك. هاد الطريقه تقريبا راه بحال الريشبوند يعني العاديه اللي كنعرفوا كاملين. غير هي هاد الكوك هذا حاولوا تختاروا الكوك اللي تيكون شويه غليظ ما يكونش رقيق. انا هنا عندي هاد الكوك هذا رقيق شويه راه محني في التزيين، يعني ماشي بحال هذاك الكوك اللي تيكون شويه غليظ. صافي كنفند على هذا الشكل هذا وغادي نبقى مستمره حتى نكملها كامله في التزيين. وبالنسبه لهذوك الحفيرات اللي درت في الحلوى في الاول عمرتهم غير بالمربى ديال الحلوى بطبيعه الحال تيكون جاري. خلطته مع شويه ديال النكهه ديال البرتقال باش كيعطينا شويه ديال اللون. ودابا غادي ندوز باش غادي نزين الحلوى اللي منسمه بالبرتقال. هنايا خديت الشوكولا اللي ذوبته مع شويه ديال الزبده في الماء ماغي بطبيعه الحال،
ومن بعد كنبدا نحط فيه الحلوى على هذا الشكل. كنحاول نمرمدها مزيان وكنهزها في الفورشيط ومباشره كنديرها في الكوك. دائما كنزين بالكوك. وانتم لكم الاختيار، تقدروا تزينوها باش ما بغيتو، اللوز ايفيلي اولا كاوكاو اولا اللوز كونكاسي، المهم داكشي اللي عندكم غير هو يكون محمر. صافي انا غادي نبقى مستمره كنزين في الحلوى ديالي على هذا الشكل هذا حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. يعني غير الكره اللي نسبتها بالقشور ديال البرتقال. وكيف ما قلت لكم حاولوا تختاروا الكوك اللي تيكون شويه غليظ، ما تيكونش رقيق. هاد الكوك انا اللي عندي راه رقيق، يعني ما ساعدنيش في التزيين. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي شاركتها معكم. هذه الحريبلات اللي درتهم بالجلجلان. وبالنسبه للحريبلات اللي نسمتهم بالقهوه سريعه الذوبان، دهنتهم حتى هما بالشوكولا اللي ذوبتها في البماغي وزينتها من الفوق بالشوكولا فيرميسيل. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وما تنسوناش دائما من اللايكات ديالكم، التعاليق والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم وبشركم مبروكه، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.